في دراسة اتنشرت سنة 2021 في موقع BMC Psychology درست صفات المتحرشين بالأطفال باستخدام نموذج ال DSM-5. لو إن في بينهم صفات مشتركة زي نقص التعاطف وضعف الضوابط النفسية وميول للسيطرة والتحكم. يعني باختصار مش كل مريض نفسي متحرش، لكن بعض المتحرشين عندهم خلل نفسي واضح. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي المتحرش يوصل للمرحلة دي؟ الحقيقة مش سبب واحد، بل كذا عامل بيجتمعوا مع بعض عشان يخلوا الشخص يوصل للمرحلة دي. زي مثلا تعرضهم للتحرش وهم أطفال. دراسات كتير منها دراسة اتنشرت في Journal of Interpersonal Violence بتقول إن نسبة كبيرة من المتحرشين تعرضوا هم كمان للاعتداء وهم صغيرين، وده بيخلق حالة تكرار بيعيشها الشخص ويحاول يفرض السيطرة اللي اتسلبت منه زمان. أسباب تانية زي الإهمال العاطفي والأسري. ناس كتير عاشوا في بيوت مفيهاش حب أو دعم نفسي أو فيها عنف وقسوة، فيبدأ يدور على الحب والتحكم في الأطفال لأنهم أضعف. ومن الأسباب برضو الانعزال الاجتماعي وعدم النضج. ناس كتير منهم مش بيعرفوا يتعاملوا مع الكبار، فبيرتاحوا أكتر في التعامل مع الأطفال وبيحسوا إنهم أقوى منهم. أسباب تانية زي الأمراض النفسية أو إدمان المواد الإباحية. وطبعا كل العوامل دي مش مبرر للتحرش، ولا في أي سبب ممكن يكون مبرر للأفعال دي. أي شخص عنده مشكلة يروح يتعالج، مش يأذي أطفال أبرياء ملهاش ذنب.